عنها حينما احتسب ضد ريال مدريد 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة، والرجل الجريء جدا ليس فقط في احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة ضد ريال مدريد، بل أيضا في إبعاد بيكي في آخر مباراة خاض بيكي قبل أن يعلق قميصه معلنا اعتزاله لكرة القدم. في هذه المباراة نشهد حضور بالنسبة لفياريال بقائمة الأسماء التالية: في حراسة المرمى بيبي رينا في حراسة المرمى، بالإضافة إلى ألبرتو مورينو بيريز وباو توريز، راول البيول، خوان فويث، داني باريخو، بين إيفيا كابو وجيرارد مورينو، بينو وتشاكويزي في قائمة فياريال في مباراة الليلة. لكن ماذا عن ريال مدريد؟ ماذا عن الفريق الضيم؟ جيرارد مورينو أوصل كرة في الطرف الأيمن. ماذا عن هذا المساء؟ وماذا عن كوبا ديل ري؟ الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى الأوت، رمية جانبية. الكأس عن آخر مباريات في الدوري، عن تسديدة تؤكد بأن الأوضاع ليست جيدة يا أنشيلوتي. الغواصات الصفراء تبحر في مرمى ريال مدريد، سجلوا الهدف الأول، أول أهدافهم في المباراة من تسديدة قوية. الكرة تسكن الشباك، إيفيان كابو يعلن كورتوا ياخذ كرة. الريال بالمناسبة 3 مباريات له من أمام فياريال. فينيسيوس مع كرة لكنها بالنهاية تغطية حاضرة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. من مرت الكرة الماضية؟ من خوان فويث تقريبا. زالت الكرة مع يا ليست كما ينبغي. الكرة ملعوبة عرضية إلى مصرع. الآن الريال يقترب وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. فرصة تفوت على ريال مدريد. الريال أمامه والكرة ملعوبة للأمام إلى محاولة 18 لاعب. الكرة لصالح الريال إلى محاولة الانطلاقة. كامافينجا مع الكرة، عد أكثر من لاعب، سقوط على أرضية الملعب الصافرة. إعلان عن وجود مخالفة هامة ومباراة قوية ومباراة صعبة ومباراة ب23 لقب، لكنه جاء وصيف فريغير يلعبها على الجهة اليسرى إلى فينيسيوس يحصل على مخالفة. عناصر الدفاع ثم الانطلاق إلى الأمام. الانطلاق، كرة اللعب، ساق المحاولة على اليسار، عادت إلى كابو، تسديدة لخارج أرضية الملعب. بينو أرسل كرة مرت إلى خارج أرضية كبيرة عند الغواصات الصفراء للخروج عرضية. الكرة ما زالت خطرة، الكرة ما زالت تمرر على الجهة اليمنى باتجاه رودريغو سيطر على الكرة وصافرة مخالفة. ركلة حرة مباشرة بهذه اللقطة. صار إلى مورينو بعرضية. فينيسيوس في محاولة للسيطرة على كرة وتسديدة ترتد من الدفاع إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. لم يرفع الرايات البيضاء، ما زال يريال الآن. لذلك نحن محظوظين في متابعة مباراة مفتوحة، مباراة هجومية، مباراة سريعة. فالفيردي يلعب كرة إلى رودريغو ثم بنزيما. ألبرتو مورينو يحسن صياغة الفريق في هذه الأيام. الكرة ترتد من حارس المرمى إلى خارج أرضية الملعب. فينيسيوس، هذه خطرة والتسديدة. بنزيما في انطلاقة يعكس اتجاه اللعب وتسديدة، لكنها مرت. تسديدة ضاعت على مندي. الفرصة لهم أن تتضاعف النتيجة. الريال مررها في اليسار. هذه خطرة وعدت من أمام بينو لتضيع أهم الفرص في شوط المباراة الأول. لو تم الاستفادة من بعض الفرص. الكرة في قرب منطقة الجزاء، جول تشاكويزي يضاعف من جراح ريال مدريد. هذه المرة لفياريال صراع على محاولة من بينو واصلة. هذه المرة يتقدم بهدفين وتسديدة. كورتوا أنقذها، كورتوا أبعدها. هذه التسديدات بإمكان كورتوا. محاولة ملعوبة إلى تشاكويزي، لكن تشاكويزي عيسى ماندي تدخل في الكرة. تصل الكرة على الجهة اليسار. فياريال في محاولة لكن الكرة مقطوعة إلى صافرة مخالفة. ركلة حرة مباشرة لميليتاو. الكرة اللعب إلى كريم بنزيما.
هم توني كروس يلعب كرة سريعة في الأمام، بنزيما محاصر، بنزيما لعب كرة لكن أنشيلوتي بعد قراءة يجد فريق الآن قريب من تقليص الفارق، وفعلها فينيسيوس جونيور، سجل هدف تقليص الفارق ليقرب ريال مدريد مرة أخرى من كامافينجا يلعب كرة بعرض الملعب باتجاه كرة أيضا مقطوعة لتصل إلى بأنه الريال حينما يسجل الهدف، وبأن الريال صاحب 7 أرواح. فياريال الآن بعد فوات ربع ساعة ماذا يفعل؟ الكثير من الثقة بالنفس في مباراة الليلة، حتى مع عودة ريال مدريد ومع محاولة ريال مدريد للعودة مع تمدي من فينيسيوس. تعود الكرة إلى بنزيما لأنه عليها دور كبير جدا، لذلك نشط يورينسن ثم محاولة لاعب بالنار من أمام فينيسيوس جونيور اللي طالب بركلة ركن للجهة اليمنى إلى إيفيان في كل مكان. فياريال الآن عند محاولة في أخطر مكان، الكرة ما فيها مخالفة، الحكم يطالب بالاستمرارية، طالب بالاستمرارية، ما فيها مخالفة. هذه الكرات مثل هذه اللقطات لأهداف، الكرة تسدد لكنها في المكان الذي يقف فيه يورينسن، وبالتالي تضيع فرصة هدف على الكرة. اللعب للجهة اليسار لريال مدريد، عرضي كرة للريال من الجهة اليسار، عرضية وبنزيما، العودة للريال، العودة للريال، عاد الريال عن طريق ميليتاو يسجل العودة. نعم بدايتها كانت من تشاكويزي، الكرة لخارج أرضية باو توريس نجح في قريبة من أمام إشبيليا في الأوقات الأخيرة، ونجد الكرة اللعب بعرض الملعب لكنها مقطوعة. لعب الكرة في اليسار لتعود إلى بنزيما عدى، بنزيما يمرر الكرة مقطوعة، لكنها مفضلة إلى كامافينجا، إلى أين؟ إلى النهاية، إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى حزب أسينسيو مرر كرة في المكان الخطير على الريال أبو 7 أرواح.